السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني بفيديو جديد. الفترة الأخيرة ناس كتير سألتني عن حاجة معينة، اللي هو أنا مثلا معايا كاسيو F91W وعايز أركبها مثلا، يعني المكنة بتاعتها عايز أركبها على ظرف وأستيك لل 159W. هل تنفع بدل ما أفك وأبوظ الدنيا ولا ما تنفعش؟ طيب أنا هعرفكم رمز بسيط كده موجود في الغطا بتاع الساعة بتاعتنا، كلنا بنشوفه بس مش عارفين هو ده إيه. تمام؟ عشان تعرفوا اذا كان تغيروا المكنه، تعرف تغير المكنه من مكان لمكان ولا لا. يعني هل مكنه ال 159 هي نفس مكنه ال 168 اللي هو في عندي واحده صيانه، والله الزبون بتاعها خدها، ما علينا عشان هي خلصانه عندي. كاسيو اللي هي ال 168 ونفس الكاسيو اللي هي مثلا 158 هل كل دول، والاف 91 هل كل دول نفس المكنه ولا لا؟ خاصة احنا شايفين نفس الامكانيات والكلام ده كله. طيب انا هعرفكم حاجة بسيطة جدا تعرفكم يعني القصة دي كلها رايحة فين. تمام؟ سواء نقلب الكاميرا كده ونوريكم الحاجة كده ايه بوضوح اكتر. بصوا الموضوع بسيط جدا جدا. اهي دي كاسيو 159 ودي كاسيو اف 91. لو جينا مثلا عملنا كده، جينا هنا كده بصينا هنلاقي مكتوب هنا الإصدار اللي هو الساعة، رقم الموديل بتاع الساعة اهو A159W. طيب في هنا رقم جنبها كده مكتوب كده ايه، هو مركزنا 593 اهو اللي في المربع ده رقم الماكينة، ده الموديل، واللي في المربع ده رقم الماكينة. تيجي نبص هنا كده 593 الموديل هنا F91W 593، يبقى الماكينة دي تنفع على دي. تمام؟ طيب انا معايا برضو ساعة موديل تاني زي مثلا 168 بتاخد ماكينة تانية خالص، وهنلاقي الرقم وقتها اللي ورا هنا متغير عشان انا ما عنديش حاليا 168. المهم ممكن نعمل مثلا في موديل تاني نشوف يعني حاجة زي كده. بصينا هنا هنلاقي في رقم اهو، شايفين اهو في المربع اللي هو تحت ده. تمام؟ مكتوب 5479 ايه اهو، هو ده كده 5479، وده بقى اللي هو الموديل AEQ 110. تمام؟ طيب لو بصينا هنا بقى في الكتالوج اللي جاي معاها هتلاقيه بيشرح لي على جميع الموديلات اللي واخده نفس المكنه، اصلا مش هيخلي لكل ساعه نفس الكتالوج. تمام؟ هو بيعمل كتالوج للماكينه نفسها اهو 5479 اللي هو الماكينه دي. لو بصينا بقى هنا هنلاقي عارض لي جميع الاشكال بتاعه الساعه اللي واخده نفس بيانة رخمه، ما علينا. يمكن تلاقيه عارض لي شكل الموديل او شكل كام موديل من الساعة، ويقول لي ان هي نفس الساعة. بص مثلا ايه اهو، ده شكل الساعة دي فوق نفس الشكل. تمام؟ ثواني كده، بس انا متأكد ان اكيد يعني في موديلات تانية واخدة نفس الماكينة. شكلها الماكينة دي مش ما بتتحط، يعني ما بتتحطش على، ممكن بس الوان تانية، لكن هي نفس الاسطمبة، يعني هم مش حاطين اشكال تانية. طيب احنا ممكن نشوف في موديلات تانية. يعني دي الماكينة بتاعتها ده رقم الماكينة. تمام؟ يعني نخلي دي هنا، نشوف مثلا اللي هنا موديل زي ده الموديل بتاعها او رقم الموديل بتاعها اللي هو
الموديل والماكينة. تمام، حتى هنلاقي هنا في الورق اصلا من غير ما نشوف كتير هنلاقي مكتوب 3239. هنلاقي مكتوب هنا برضو اهو 3239. طيب هل في موديلات بتاخد نفس الماكينة؟ هو هنا بقى بيقول لي ان هما نفس الحوار 3240، هما الاتنين دول يعتبروا نفس الامكانيات بتاعت المكنة. تمام، بص مثلا هنا دي بقى الاشكال، يعني في بيقول لي في منها كده، ده 3240، فرق ان المينا سودا تمام لكن هما واحد، ده 3229، لكن مقاسات المكنة واحدة، فرق في ايه؟ في درجة اللون. هنا حتى هو ده في الكتالوج ده ظهر لي ان ايه، ان دي هي دي، بس الفرق ان دي الموديل ده ابيض من جوه، لكن الموديل التاني اسود من جوه، لكن الاتنين نفس المقاس. شوف مثلا برضو موديل تاني هزهقكم معايا، يعني ده برضو خليه على جنب بالكتالوج بتاعه بالضمان. وليكن الموديل ده اهو، ده اللي هو ايه EE 1200. تمام، بقيت الكود ده 1D VDF، ده بيبقى 1B VDF، ده بيبين اذا كان هي رابر ولا اسود، انت فاهم ازاي؟ يعني بي دي مثلا ان هي بلاك، تمام. VDF تقريبا مش ما اعرفش اترجمها قوي بصراحه، بس ما اعرفش اختصارات ليه. هنا مثلا مكتوب 3299. تمام، هنا الكتالوج بتاعها بيقول لي بقى ايه، عندك ال 3198 هي 3299. طيب اهو، تخيل بقى دي كام موديل نفس الماكينة، في منها اللي هي الشكل ده، الشكل ده والشكل ده والشكل ده، كلهم يعتبروا نفس الماكينة، فرق الإطار الخارجي. تمام، الأسود والبتاع وده، الاتنين نفس الإمكانيات من جوه ونفس الحاجة. طب اذكر لي هنا اهو، تمام اهو عشان ما حدش يتوه منها. دي قوة ده مكتوب هنا في الضمان. ده هنا بيكتب لي اللي هو 20 بار، بيبقى مقاوم لكل حاجة، غسل يدين، أعمال المياه، السباحة، تزلج على الماء، الغوص الحر بلا جهاز تنفس. شوف لكم كمان موديل، يلا إن شاء الله محد محتاجش. اللي ده مثلا الماكينة بتاعتها رقم 3502. تمام، اسم الموديل EE 1500WH. تمام، الموديل ده انا بقى عاجبني انا شخصيا بصراحة، عشان انا من النوع اللي بحب الساعات الرياضية المدورة. تعالوا بصوا هنا ورا اهو، مكتوب الموديل 3502. طيب ايه اللي مكتوب جوه بالضمان؟ هل في ساعات بتاخد نفس المكنة ولا لا؟ في الكتالوج هي تقريبا هو مينا سودا او مينا فضي، لكن انت لو لقيت مثلا اي موديل واخد نفس الرقم هتعرف ان هو نفس الماكينة. تمام، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى تكونوا طلعتوا من حاجة من الرغي ده كله، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا.